في اللحظة اللي الدنيا بتهدى فيها والأنوار بتطفي والناس كلها بتغفل، بيبدأ صوت تاني يظهر، صوت جوه دماغك بيسأل، بيفكر، ويمكن بيقلق. بودكاست قبل النوم مش معمول علشان يجاوبك على كل الأسئلة، بس معمول علشان يمشي معاك في الطريق، يحكي لك حكاية، يمكن تلمس حاجة جواك، يمكن تهدى بيها شوية، يمكن تحس إنك مش لوحدك، يمكن تلاقي حل. النهاردة أول قصة، والقصة عن القلق، إحساس اللي ما بيظهرش على وشنا بس بيصرخ جوه دماغنا. كريم عنده 22 سنة، طالب في الجامعة، وحياته شبه حياة أي حد في سنه، مذاكرة، خروج، ناس حواليه، وخطط للمستقبل كمان. بس في يوم بدأ يحس بحاجة مش مريحة. في الأول كان بيفكر إنه شوية توتر عادي، امتحانات جاية فلازم أتوتر. بس بعد شوية بقت كل حاجة بتحرك حاجة جواه، دقة قلب زيادة، إحساس بخنقة، نوم مش بيجي، دماغ شغالة على طول. والقلق عنده كان ليه 3 وشوش. أولهم كان الدراسة، وكل ما تقرب الامتحانات بيبدأ يقارن نفسه بكل الناس وبيقول ده خلص وأنا لأ، هو فاهم وأنا تايه، حس إن مهما عمل مش كفاية. والوش التاني علاقته بالناس. كريم كان من النوع اللي بيحب يرضي كل ومش بيحب يزعل حد أبدا. كانت كلمة زيادة أو رد متأخر يخليه يراجع نفسه 1000 مرة. طيب أنا زعلته، أنا أتصرف إزاي دلوقتي؟ طب لو بعد عني أعمل إيه؟ وتبدأ مرحلة جلد الذات. أما الوش التالت، وده كان الأتقل تقريبا، الخوف من المستقبل. كل يوم يقرب فيه من التخرج الأسئلة كانت بتزيد. هشتغل إيه؟ هنجح؟ هو أنا عندي حاجة أقدمها أصلا؟ دماغه كانت بتجري لبكرة وقلبه مش قادر يلحقها. أنا بالنسبة لي أو من وجهة نظري، القلق مش علامة ضعف أبدا، القلق رسالة. لو سمعتها وفهمتها هتعرف تتعامل معها كويس جدا. وفي شوية حاجات ممكن تساعدك على فكرة، زي إنك تاخد وقتك في التنفس. خد وقتك، مستعجل ليه؟ وراك إيه؟ أنا عارفة إن إحنا في عصر السرعة، بس جسمك هيهدى بعد ما أنت تتنفس بالراحة. جرب كده دلوقتي، شهيق، زفير، شفت؟ حسيت انك اهدى ازاي من مرة واحدة؟ ما بالك بقى لو عملتها مرة 2 3. وانك تتكلم كمان مع حد من صحابك ده شيء جميل جدا. صحابك، اهلك، حد قريب منك، مراتك، جوزك، خطيبك، اخوك، اختك، اي حد قريب منك وعارف انه هيفهمك 100%. الموضوع هيفرق جدا. او لو مش حابب تزعج حد، او انت شخصية كتومة مش بتحب تزعل بني ادمين اصلا في العموم بقى، يعني مش حابب تشيل حد همك، ممكن تكتبها على ورق. اكتب على ورق حتى ان شاء الله شخبطها، وبعد كده ارمي ورق ده في اي حته. خلاص بدأ انت مش حابب ان حد يعرف حاجه عنك. خلي في حركه حتى لو بسيطه، حتى لو بتتمشى كل يوم، مش شرط تروح الجيم. تعرف ان لما بتتمشى او بتعمل رياضه في العموم ده بيفرز هرمون السعاده شويه، بيطلع لك شويه سعاده كده، اللي هو ايه ده، يا الدنيا جميله جدا، انا كنت فين بقالي حبه. وفي حاجه كمان 5، ودي مش كتير يعرفها، بس حاجه اسمها الوعي اللحظي. يعني دلوقتي انا بشرب كوبايه شاي بالنعناع، تحفه، احس بيها، اللي هو يا الله على الجمال. الكوبايه، قاعد في مكان فيه شويه هوا كده معدين في يوم حر، شويه هوا حلوين قوي، انت ساعتها بتقول ايه الحلاوه دي، ايه نسمه الهوا التحفه دي. يعني حتى ولو قاعد قدام بحر بتفرج على الموج، قاعد باصص للسما بتفرج على النجوم، كل الحاجات دي
ده الوعي اللحظي، انك بتستمتع باللحظة اللي انت فيها دلوقتي بس، بدل ما انت عمال تفكر لقدام كتير جدا. لا، انت ارجع لدلوقتي، شوف دلوقتي في ايدك ايه حلو وبصله، ممكن ما يبقاش موجود كمان شوية. استمتع باللحظة. ولو حاسس انك شبه كريم او حتى في حاجة من اللي عدت عليه لمستك، اعرف انك مش لوحدك، وانك مش محتاج تكون كويس طول الوقت. لا، انت بس محتاج تكون صادق مع نفسك. وده كان بودكاست قبل النوم. لو القصة لمستك شاركها مع حد يمكن يكون محتاج يسمعها هو كمان. استناني الحلقات الجاية، هنشوف وهنعيش إحساس تاني واحنا وسط الناس. تصبح على خير، وسلام من كل القلب.